شايفين من يجي نهاية الشهر نقوم نلزقها شلون ما كان لحد ما يجي الراتب. هذا الموقف يذكرني بشهر رمضان. نبدي ببداية رمضان أشكال الشوربات والأكلات، ومو نخلي بالسفرة صنف واحد من الأكلات، أكثر من 2 و3. فهذا الموقف ذكرني بشنو بنات؟ إنه بنهاية شهر رمضان نقوم نقلص بالسفرة، يعني الشوربة نقوم نسويها بين يوم ويوم، الأكلات نسوي صنف واحد أو 2 عكس اللي بالبداية. فرباط السالفة مالتنا هنا نهاية شهر، ونهاية الشهر خصوصا أهل الرواتب اللي ميزانيتهم محدودة يقومون خطية يلزقوها شلون ما كان. كل خير ونعمة فضيلة من رب العالمين، يا رب يديمها علينا وعليكم إن شاء الله. شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية وراحة بال إن شاء الله. اليوم بنات سويت الغداء تبسي. طبعا بالبداية كنت مفكرة أسوي تبسي يعني بالبايركس، بوتيتو وباذنجان وفلفل وكذا. فهنايا صفنت لها قلت إذا أسوي البوتيتو والباذنجان والطماطة هسه بالغداء لعد العشاء شبقيت له بصراحة بنات. فايش قلت لا خل أسوي تبسي يعني بالجذرية، ما أعرف تسموه تبسي مرقة باذنجان. المهم بنات هنايا قليت الباذنجان وحمست بصل ناعم وطماطة وفلفل أخضر وتقريبا سن واحد من الثوم ثرمته ناعم وياهم، وبلشت أقلب بيهم أو أحمس بيهم مثل ما تشوفون بنات. ورا ما ذبلت هاي المكونات كلها ونحمست ضفت المعجون، التوابل ضفت فلفل الأسود والماجي بنات، فقط هاي الإضافات ضفتها، وضفت لها المي وراح أتركها على النار إلى أن تتسبك عندي هاي الصلصة أو شوية تثخن، وبعدين أضيف الباذنجان اللي قليته. وهسه على ما يجهز الأكل مالتنا تعالوا أسولف لكم سالفة هذه البنية اللي تقول مرت حماية كل ما تدخل علي للبيت لازم تعلق على كل شيء، على الأكلة، على غراض البيت. تقول يعني حتى لو شيء صح لازم تعلق عليه. تقول مع العلم هي أحسها تكرهني أو أحسها يعني ما طايقتني أو تغار مني حسب كلامها هي. فتقول يومية هي باليوم 2-3 تجيني للبيت، هم تقريبا بيت بصف بيت، فتجيها يومية. تقول فكل ما تدخل علي بوقت غدا بوقت عشاء يعني تقعد تاكل ويانا وتبقى تعيب، هذا ما طيب، هذا مالح، هذا ماسخ. تقول قدام زوجي وأولادي. تقول فأني يعني قوة يعني متحملة وصابرة. والصدمة الكبيرة بنات إنه هذه مرت حماها هي تصير أختها يعني لح يعني من أمها وأبوها. فهنا أنا بصراحة انصدمت، فأكيد بنات انصدمتوا مثل ما أنا انصدمت. فقلت لها ليش ما تحكين أو مثلا تدافعين عن نفسك؟ قالت ما أقدر، أولا هي أختي وأكبر من عندي، فأنا متحملة على هذا الشيء. تقول يعني من أحكي أو أدافع على نفسي تعتبرها تجاوز من عندي، وتروح تفضحني بين عيالي، وعيالها من النوع يحبوها لأختها، يعني يحترموها لأن مرت الكبير، وشلون نقول هي هماتين مسؤولة عليهم لأن أمهم متوفية يعني عمتها. فقلت لها حتى لو مرت الكبير ومسؤولة وهي بمثابة يعني أمهم، لازم الإنسان اللي يغلط لازم يوقف عند حده، ولازم نعرفه انه ترى انت غلطان، مو هو يعني شلون يدوس علينا واحنا نسكت في سبيل انه هذا الشخص هو الاكبر من عندنا او هو بمثابة الكبير مالتنا. فسألتها قلت لها هي بس وياك لو ويا باقي يعني نسوان الحمام هيك؟ قالت لا بس وياي، ومع العلم اني اختها وقريبة عليها، لكن اسلوبها وتصرفاتها فقط وياي. فمن هاي تأكدت وعرفت انه فعلا عيالها يحبوها، لان قالت اسلوبها وياهم يختلف جذريا عكس تعاملها وياي. فقلت لها إن شاء الله يا ربي الله يهديها والله يصلح بيناتكم إن شاء الله. فنصيحتي إلها إنه تبتعد من أختها، ما زال هذا الشخص حتى لو كانت أختها تبتعد
قدر المستطاع تصير يعني علاقتهم على قد الواجب، على قد السلام والكلام وسؤال وجواب، بس مال تختلط اختلاط الأخت ويا أختها، فهنا أنا قلت لها أنصحك تبتعدين عنها. طبعا راح تقولون ليش نصحتيها وهي أختها؟ لأن أكو كلام وأكو أشياء حكت لي إياها ما أقدر أحكيها مباشرة وياكم بنات، فالسالفة كلها أني أعرفها، بس حبيت أوضح لكم مشكلة هذه البنية، ويا ربي يصلح بيناتهم ويهدي الحال والنفوس إن شاء الله. ومثل ما شفتوا بنات هنا خلصت من الغداء، بلشت بالعشاء. العشاء سويت بنات، قليت بوتيته وسويت اسباجيتي. مثل ما شفتوا بنات بالبداية فورت المي، خليت له ملح وزيت فقط، وتشوفون بنات صارت الاسباجيتي يعني نثرية، طبعا ما خليتها هواية يعني تستوي. وشفتوا المي كان كلش قليل، يعني مجرد اني غطيها حتى ما تعجن عندي الاسباجيتي، لان بالبيت ما يحبوها معجنة. هنا حمست بصل، إذا تحبون تخلون لحم مثروم، إذا تحبون صدر دجاج. فقلت لكم بنات حكي بيناتنا على قولة أمي شعب شهر، يعني نهاية شهر لازم نرهمها لحد ما يجي الراتب. يا رب إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم خير الدنيا والآخرة. فالمهم بناتي هنا حمست البصل وخليت المعجون، وخليت ضفت هنا الماجي وضفت النعناع. بالمناسبة بنات كان أنا عندي لحم مثروم، بس والله قلت لهم أخلي لكم وياها لا لحم مثروم، قالوا لا أريدها فارغة سادة بس حمرة. قلت لهم الحمد لله والشكر، خل أضف من اللحم غير يوم أسوي لكم إياه. فهنا بنات حمست المكونات كلها وخليت مي حتى الصلصة شوية تتسبك، وهاي الريحة مالت المعجون كلها تطلع. وبلشت مثل ما تشوفون امزجها ويا الصلصة، يعني السباجيتي والصلصة امزجها كل زين، وبعدين اتركها على نار هادئة لحد ما تتهدر على راحتها وتستوي. وهنا بنات كان عندي بوتيتة هم طلعت سويت وياها. هاي البوتيتة اني مسويتها قبل هذا الفيديو، نزلت الطريقة مالتها، هاي اللي تكون مقرمشة وخلي فوقها التوابل مال الجبن مال الكاتشب بطعم الكاتشب. فالمهم بنات، وهنا كان عندي شوية لبن هم طلعته من الثلاجة، سويتها جاجيك يعني خيار ولبن، وضفت ليمون حامض ورشة من النعناع ومزجتها كل زين، وبعدين ضفت عليها الخيار. الحمد لله والشكر، شكو بالثلاجة طلعته وسويته عشاء. كله خير وبركة ونعمة فضيلة من رب العالمين، يا ربي يديمها علينا وعليكم ويحفظها من الزوال. وهنا صار الدجاج كلش طيب وحامض وكلش يعني عجبهم. وهذا كان عشانه المتواضع، خير وبركة. وأكيد بنات لا تبخلون علي باللايك إذا عجبكم الفيديو، وتعليق الحلو من عندكم كلش يعني أفرح من أشوف تعليقات حلوة. والله العظيم بنات يعني أكو بنات هيجي نحطن عالجرح يطيب، هذا كلامهم وأسلوبهم. أقول الحمد لله والشكر يا رب، يعني الدنيا بعدها صدق بخير. أكو بنات يعني بنات أوادم وبنات أصول، تعليقاتهم كلش تريح الواحد. يا رب يجبر بخاطركم ويسعدكم إن شاء الله. طبعا بنات انتظروا الفيديو الثاني أو الفيديو اللي جاي، راح أنزل لكم العرس مال أختي اللي وعدتكم به، فانتظروا الفيديو الجاي إن شاء الله. وهسه راح أترككم بأمان الله وحفظه، ومع ألف سلامة.